يستقبل ملعب مونجويك قمة كتالونية منتظرة، حيث يواجه برشلونة ضيفه جيرونا تحت ضغط الجماهير التي طالبت بردة فعل قوية، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام إشبيليا بنتيجة 1-4 في الجولة الماضية. المزيد في تقرير مراسلنا باسل طبال. الليغا تعود بعد التوقف الثاني هذا الموسم، وصاحب المركز الثاني برشلونة يستضيف جيرونا في الديربي. هذا الأخير بدأ بشكل سيء هذا الموسم بعد انتصار وحيد جاء في الجولة الأخيرة على فالنسيا. المدرب هانز فليك كان غاضبا بعد أن صدر خبرا عن تراجعه عن معاقبة لامين جمال بعد أن وصل بشكل متأخر يوم مباراة باريس سان جيرمان، والمدرب تحدث عن الموضوع بشكل واضح. هذا لم يحدث معنا أبدا، وأنا أحب عملي كثيرا مع ديكو وكذلك مع النادي، فالجميع هنا يحترم عملنا والجميع يثق بنا كثيرا، ولم يسبق لأحد أن طلب منا أي شيء أو أن تدخل في قراراتنا. ليس هناك أي شيء أخفيه، وهذا غير صحيح، ومن أصدر هذا الخبر فهو كاذب. البارسا يعاني من غيابات بارزة خاصة في الهجوم. ليفا غاب في بداية الموسم وتكررت الإصابة مرة أخرى مع المنتخب. ليفاندوفسكي لم يشارك أساسيا في عدد كبير من المباريات هذا الموسم، وسيترك فراغا كبيرا. نحن نعلم ذلك، وعندما نكون في شهر نوفمبر أو أكتوبر أو ديسمبر وبسبب التوقف الدولي فهذا يحدث مع اللاعبين، وهذا ليس سهلا بالنسبة لهم. نحن نعرف ذلك، وهذا يؤذينا كثيرا، غياب أولمو وفيران وليفا. الخيارات في الهجوم محدودة، فهداف الفريق فيران توريس ينضم للمصابين، وسيضطر فليك أن يعتمد على شبان لاماسيا، كما سيستفيد من عودة لامين وفيرمين، إلا أن هذا الثنائي ليس جاهزا للعب 90 دقيقة كاملة. غيابات كثيرة يعاني منها المدرب هانز فليك، وفيران توريس ينضم للائحة المصابين، وبالتالي هانز فليك لا يمتلك حلول كثيرة خاصة من الناحية الهجومية أمام جيرونا. باسل طبال، بي سبورتس، برشلونة.